ده عند ام يني. يا ترى مين هي ام يني دي؟ بص يا سيدي، في سنه 1916 اتولدت واحده اسمها ناتاليا اندريا في حي اللبان في اسكندريه، وكانت اصولها يونانيه بس كانت عايشه في مصر، واتجوزت من شخص اسمه قسطنطين مانولي، وده كان شغال موظف في شركه الكهرباء والتلج في اسكندريه، وخلفت منه طفل وسمته يني. وفجاه حصلت الحرب العالميه الثانيه وجوزها سافر علشان يشارك في الحرب، ولكنه مات هناك، فاضطرت ناتاليا انها تدور على شغل عشان تقدر تصرف بيه على ابنها وعلى نفسها، واشتغلت خياطه، وكانت الزبائن بتجيلها من كل مكان في اسكندريه، وتعرفت بام يني الخياطه. وبعد قيام ثوره سنه 1952 وفجاه الست ناتاليا خدت بعضها وخرجت بره مصر بشكل مفاجئ، من غير حتى ما تقول لزباينها، وكمان من غير ما تسلمهم البضاعه بتاعتهم. يعني خدت الشغل بتاع الناس كله وفكت بره مصر، وكل واحد كان له شغل عند ام يني راح عليه. ومن ساعتها بقت جمله ام يني بتدل على انك مش هتاخد حقك، ومن الافضل انك تنساه.